شو الفرق ما بين الفود بلوجر والشيف لما جرب الاكل يا كبير. واليوم معنا الشيف الفخم الغني عن التعريف علي فريتخ. تشوف بس شو اخترنا اليوم. اخترت اكثر صنف عليه اقبال من ضمن الاكيله دجاج شواي، وتخيل هاي مع حبشتكناتها بس خبينا الاغراض عشان ما يبين اسم المطعم، سعر 10 دنانير الدجاج الكامله. ممتاز. وخلينا نشوف راي الفود بلوجر بالدجاج وبنقول بسم الله. للامانه شف فيها طعم تدخين زاكي، نوع الدجاج نفسه والتتبيله حبيتها. تمام. وخليني اجرب من السفينه عشان اتاكد من الطعم. يلا. وبدنا ناخذ من السفينه مع نتفه مثومه. السفينه كمان طريه، والمثومه اكيد بكمل الدجاج شواي. شف بتأيدني بهاي الكلمه؟ بايدك. قد ما شهاني باسل على الاكل، خلينا اشوف اجرب. بس قبل ما اجرب، هاي الفرق بين الشيف والفود بلوجر. هذا الجناح الاطفر هذا لازم يكون مشيول، مش لازم يكون موجود. يعني هذا مش موجود لانه ما في داعي له، لانه هذا مش صحي. اول مره بسمع هيك معلومه شف للامانه. تمام. اوكي، بدنا نجرب زي ما جربت الدبوس. بسم الله ونجرب. واو، جد واو. والشغله الثانيه لازم تنتبه لها دائما، انه صدر الدجاج اللي اكله باسل لازم ناخذ من عند المنطقه الخميره اللي هي اخمد شيء، نجرب انه تمام مسويه، امورها تمام كثير مسويه. نحكي بسم الله ومع المتومه. واو، المتومه مش طبيعيه عن جد، انا عجبتني كثير والله. جد واو. صحة وعافية شف. طبعا للامانه والمصداقيه، يعني قعدنا 25 دقيقه لو اكلنا الاكل سخن صحيح. ومحافظ على طعمه وريحته، صراحه كثير طيب للامانه. عن جد زاكي صراحه. بس احنا مش ما راح نفرجيكم اسم المطعم، لا لانه اذا كان في تعليق سلبي راح نحكيه صراحه. بس انا زي ما حكيت، اطفر الجناح ما بدنا اياه، والباقي بجنن. الله بارك له. وهي اليوم عرفنا شو الفرق ما بين الفود بلوجر والشيف. وبتمنى من كل اللي عم يتابعنا انتوا احكوا لنا شو بدكم المره الجاي نجرب، ونحكي لكم اياه بكل صراحه. كل يا بس، كل يا بس، يا بس، كل يا بس، كل يا بس.